عارفين ليه الشورية اللي بنشوفها في القداس بيبقى متعلق فيها أجراس؟ الشورية موجودة من زمان جدا، من أيام موسى وهارون، ومن زمان كانوا بيعلقوا أجراس فيها، وده علشان ما كانش مسموح لأي حد يدخل الهيكل نهائيا إلا الكاهن بس، وكان بيربطوا الكاهن بسلاسل في رجليه وهو داخل، علشان وهو بيبخر في الهيكل الأجراس كانت بتعمل صوت وترن، فبيسمعوها الناس اللي واقفين بره الهيكل ويعرفوا إنه لسه عايش. أما لو الكاهن ده كان مخطئ في حاجة ومذنب ودخل يبخر وفجأة صوت الأجراس ده وقف، فالناس بتعرف إن في حاجة غلط وبتبدأ تسحبه من السلاسل اللي كانت بتبقى مربوطة في رجليه. والشورية على مر العصور حاجة أساسية في الصلاة، وبيتحط فيها جمر وبخور، والبخور اللي هو بيرمز للصلوات اللي طالعة قدام عرش الله. وفي القداس أبونا بيمسك الشورية وينزل يلف في الكنيسة على شكل علامة الانفينيتي أو ما لا نهاية، وأثناء ما أبونا بيعدي بالشورية هنلاقي الأجراس اللي فيها بتنبهنا إن أبونا معدي من جنبنا، والمفروض في الوقت ده نطلب من ربنا إنه يغفر لنا خطايانا اللي عملناها بمعرفة وبكامل إرادتنا، واللي عملناها برضو وإحنا مش عارفين ومن غير ما نقصد. والبخور اللي بيتحط جوه الشورية بيبقى عبارة عن لبان متضاف عليه مواد تانية نباتية، ولازم يكون البخور نباتي بالكامل وما فيهوش أي مادة أو زيوت حيوانية. وبيفضل أبونا بيصلي بالشورية في الأربع اتجاهات اللي هم الشمال والجنوب والشرق والغرب، وبيحط بخور، وزي ما الله قال في الكتاب المقدس: اسم عظيم بين الأمم وفي كل مكان يقرب لاسم بخور. وانت كمان صلي معايا وقول: يا رب اغفر لي يا رب أي خطية أنا عملتها عن قصد، وسامحني يا رب على أي حاجة عملتها أنا ما كنتش أقصدها. أرجوك يا رب خلي عينك عليا، احفظني يا رب في كل طرقي، خليني يا رب أبعد عن أي حاجة ممكن تزعلك، وابعد عني كل شر وكل هم وكل تعب.